يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم بقى بوصفه كده حلوه قوي قوي قوي، وان شاء الله يا رب تعجبكم. هي المزاليكيا. المزاليكيا دي عباره عن ايه؟ عن كبد وقلوب وكلاوي، ضاني او كندوز. بس انا بحب الكندوز. تعالى بقى دلوقتي ايه، هنجيب كده الكلاوي كده بتاعتنا نقطعها. لو انت شايفاها كبيره قطعها بالطريقه اللي تريحك. بس اهم حاجه تعتمد في الخطوه ديت التسويه، والجزار يكون نظيف. هنا بقى بتمسكي الحاجه بتاعتك كده بقى تقطعيها كده بقى وتظبطيها، بحيث انت لما تكوني مظبطه الاكل بتاعك قبل ما تسويه مش هياخد معاكي وقت خالص. وطبعا يا جماعه زي ما عارفين كلنا ان الحاجات دي ما بتتغسلش، لان لو اتغسلت بتقلب معانا الاكل، بيبقى بريحه زفاره. واحنا طبعا مش عايزين حاجه زي كده خالص في قلب الاكل. وزي ما قلت لك نجاح الاكله دي بيعتمد على حاجه الجزار تكون نظيفه، وعلى التسويه. تمام كده. أنا هنا بقى بقطعها كده ايه، انت بقى تقطعي يعني بالشكل اللي انت حباه. انا حباها بالطول. وهنا بقى ايه، كنت مجهزه برضو البصل قبل ما ابتدي يعني ابتدي اعمل الحاجات دي. كنت مجهزه البصل والثوم والحاجات دي. الحاجات دي بتسهل معايا خالص. هنا بقى مسكت كده بقى القلوب برضو كده قعدت اقطعها. ان برضو مش هتاخديش على اعتماد تقطيعه الجزار يعني. انت قطع بقى بمعرفتك. السكينه بقى لقيتها معايا ممله، فقلت لا خلاص ايه، خليك كده بالمقص، هيلخص معايا الموضوع خالص. اسهل يعني. وانا مخليه المقص ده للحوم، للسمك يعني، مش بخليه لاي حاجه تانية يعني. تمام. هنا خلاص اهوت، كنت خلاص خلصت تقطيع القلوب والكبد وكده. جبت هنا بقى كده طاسه، هنزل بقى كده بشويه زيت ومعلقه سمنه صغيرين يعني. وبعد كده هنزل بقى اول حاجه خالص هي الكلاوي. الكلاوي بتاخد معايا وقت شويه في التسويه. بعد كده افضل اقلب فيها كده شويه لحد ما تاخد لون اهوت. بصي نزلت ميتها، انا ما حطيتلهاش ميه ولا اي حاجه خالص. اول ما تاخد معايا كده لون وتبتدي تخش في التسويه، اقوم نازله عليها بالقلوب. احنا بننزل تدريجيا للأصعب ثم الأسهل ثم الأسهل. لأن لو نزلنا بكل حاجة كلها مع بعضها طبعا القلوب والكبدة هتستوي الأول، وبعد كده الكلاوي مش هتستوي خالص. فاحنا بننزل الأول وتدريجيا يعني. بعد كده حطيت هنا بقى الملح والفلفل الأسمر وشوية حبهان. عفوا يا جماعة، شوية حبهان ناعم عشان خاطر برضو الزفارة، أنا بخاف من الزفارة في الأكل. وكباب الصيني برضو ناعمة. وبشرة جوز الطيب، بشرة حلوة كده. الحاجات دي بقى بتعطي ريحة وهم. وانزل كده بحبة كزبرة صغيرين ناعمين، وبرضك ورق لورا ناعم. وافضلي قلبي بقى فيها كده بقى لحد ما الريحة كده تطلع بقى بتاعة التوابل مع القلوب مع الكلاوي، حاجة يعني جمدان. هنا خلاص كانت خلاص كانت كل حاجة استوت، مفيش بس الا الكبدة اللي هنزل بيها. الكبدة يا جماعة ما بتاخدش وقت خالص في التسوية، عشان لو خدت وقت في التسوية هتشد. قبل بقى ما الكبدة كده ما تخش في التسوية، اقوم انا نازلة عليها بقى ايه، ببصلاية كده جوليان. انت لو عايزه تخلي البصلايه ناعمه برضو براحتك يعني، انت تحبي حطي الحاجه اللي انت حباها. بس انا حباها بصراحه جوليان كده، عشان خاطر لو حبيت اعمل سندوتشات او حاجه تبقى طعمها حلو وشكلها حلو برضو. هنا بقى بفصين توم كده حلوين كبار يعني. نعمتهم بقى كده ونزلت بقى كده مع الكبده برضو. بصوا بقى، بصوا الريحه يعني خطيره خطيره. وما حطيتش ميه ولا اي حاجه، هي نزلت ميتها فيها. وبعد كده بقى هنا كان عندي كام قرن فلفل كده رومي على حامي. بس انا ما كانش عندي فلفل اخضر كفايه يعني، فحطيت معاهم الوان. انت لو عندك اخضر كفايه، الاخضر هيبقى احلى كمان، احلى كمان من الالوان يعني. بصوا بقى الشكل والطعم جمدان. هنا بقى سيبها تستوى، وتعالى بقى نعمل شويه رز شرقي كده مكرمل، بس ان شاء الله يعجبكم. هنا نزلت كده معلقتين كبار سكر. تفضلي بقى تقلبي فيه. بصي ما تسيبوش خالص، ما تسيبوش خالص، لانك لو سبتيه وسيت عنه السكر هيتحرق وهيمرر الرز وهيبقى مش حلو خالص. فانت ايدك في قلب مع السكر كده لحد ما يسيح خالص كله. تمام. وياخد اللون اللي انت عايزاه. اوعي تسيبيه، لو سبتيه هيتحرق. السكر ده خداع، هيحرق. بص هيتحرق في ثانيه من غير ما تحسي. واول ما ياخد اللون الحلو ده كده، هتقومي نازله عليه بمعلقه سمنه كبيره ومعلقه زيت، عشان توقفي على عمليه الكربله. وبعد كده هنزل بشويه قرفه، معلقه كده صغيره قرفه ومعلقه فلفل اسمر. وقالب هنا شوربه ماجي. انت لو عندك شوربه هتغنيك عن شوربه الماجي. بس بما ان انا ما عنديش فخلاص ايه، هحط شوربه ماجي. وكام عود قرنفل كده. وهنزل هنا بكوبايتين رز بسمتي. وهنقلب كده الخليط كده كله مع بعضه. تمام. وبعد كده هنزل بمعلقه بابريكا ومعلقه كركم.
الاتنين دول هيعطوا ميكس حلو قوي للرز ولون حلو قوي. ان شاء الله يا رب يعجبكم. وبعد كده ننزل هنا كده بالميه، الميه ايه تغطي الرز بعقلتين صباع. وبعد كده هنزل بعود قرفه وليمونتين ناشفين وبشرة جوز الطيب. هنا خلاص كانت المزلكه بتاعتنا كانت خلصت. هحط عليها بقى فحمايه واقوم بقى مغطياها عشان بقى تعطي طعم الشوي. يبقى بصوا تبقوا اللي بياكلوا كده يبقى تايه هل ده مشوي بقى ولا طاجن ولا صينيه ولا ايه. وادي الرز هنا خلاص كان خلص اهوت. بصوا اتشرب ازاي، ولا محروق ولا لازق في الحله ولا اي حاجه خالص. كان الرز ده كان استوى. بصوا اللون بقى، بصوا الجمال بقى، بصوا الريحه بقى. مش عايزه اقول لكم جميل جمال ملوش مثال. اعملوه بس يا رب يعجبكم. والرز ده حلو قوي وطعمه خرافه، وينفع كمان مع المشاوي فراخ كفته يعني جميل جدا. تعالى بقى هنا بقى ندوق بقى الحاجه كده مع بعضها. يا سلام، الريحه بقى والطعم مش عايزه اقول لكم جميله. جربوها بس وان شاء الله يا رب يعجبكم. بس انا الحقيقه برضو يا جماعه انا ما بقتنعش اما لازم اعمل لي كده سندوتش كده من الحاجات الجميله ديت. ده بحسه بيشبعني اكتر. ويا رب اليوم يكون عجبكم والوصف يكون عجبكم، واشوفكم على خير. باي باي.